السلام عليكم. الطفل اللي قدامنا ده اسمه سليم محمد عبد الباسط من شبرا الخيمة، عنده 4 سنين. من 3 أيام والده كان بيصلح الأتوبيس بتاعه في الشارع اللي هم ساكنين فيه، والولد كان بيلعب حواليه، وفي ثانية إلا ثانية ابنه اختفى من جنبه. يبص يمين شمال مش لاقي سليم. دور في الكاميرات بتاعة المراقبة في الشارع، لقى الطفل لا مشي يمين ولا شمال. الطفل اختفى في مكانه. اختفى فين بقى؟ كان في بلاعة صرف كبيرة موجودة جنب الأتوبيس بتاع الأب اللي عمال يصلح فيه، وللأسف البلاعة ما كانش لها غطا، فالولد وقع في قلب البلاعة. أبوه أدرك على طول إن ابنه وقع في البلاعة. مفيش 10 دقايق ربع ساعة بلغ الشرطة. الشرطة جت وبلغت إدارة الصرف الصحي. الكلام ده كان الساعة 1 بالليل، وفعلا ناس جت من الصرف الصحي ومعاهم 2 غواصين بالأقنعة والأكسجين، ونزلوا يدوروا على سليم اللي غرق في بلاعة الصرف. نزلوا اتحركوا في البلاعة مسافة حوالي 7 متر، بس للأسف ما لقوش سليم. الكلام ده على لسان شهود عيان. فطلعوا وقالوا للأب أكيد الولد مش في البلاعة، احنا دورنا عليه ما لقناهوش، ومش هيمشي المسافة دي كلها في مجاري، في المواسير مش هتعدي طفل عنده 4 سنين. بس الأب في الأول فرح وقال يمكن ابني راح في أي مكان، بس الكاميرات المراقبة مش جايباه. قال يمكن راح في أي مكان وفرح لأنه يمكن الولد هيبقى على قيد الحياة. لكن برضو يروحوا ويرجعوا لا، الطفل في بلاعة الصرف. الكاميرات بتقول كده، والنيابة قالت لإدارة الصرف الصحي والعمال اللي موجودين الولد في البلاعة، هيروح فين؟ فقالوا لا هو مش موجود، واحنا نزلنا دورنا وكده. المأساة بقى يا جماعة ان في شبرا الخيمة في الشوارع المحيطة في المنطقة اللي ساكن فيها سليم، معظم الغطيان المجاري متشالة بقى لأنها اتسرقت من الناس اللي مش الشباب اللي بتشرب مخدرات والحرامية اللي كترم، أو إن الغطيان متآكلة. والأهالي في المنطقة بتقول إن الشوارع دي حيوية وفيها مدارس وفيها أطفال راحة وجاية، ودي مش أول حادثة ومش أول واحد يقع في البلاعات المفتوحة، وكان في شاب قبل كده وقع وأنقذوه، وحصان قبل كده وقع وغرق ومات. المهم نرجع لسليم. كله أجمع إدارة الصرف الصحي والدفاع المدني خلاص، يعني احنا نزلنا الناس ويشوفوا جثة الولد مش موجودة، فالولد ما نزلش البلاعة، دوروا على الولد في حتة تانية. لكن النيابة كانت مع أهل سليم وكانوا مأكدين إن الولد وقع طبقا لكاميرات المراقبة في البلاعة. المهم إن الناس سكتت على كده، ولكن في 3 يوم بقى من البحث جالهم تليفون إن الجثة سليم لقيوها على بعد 4 كيلومتر من المكان اللي عايش فيه سليم. لقوا الجثة في عزبة أبو العلا طبقا لكلام جد سليم. لقوا الجثة موجودة في المصافي بتاعة الصرف الصحي أو الشبكة الرئيسية اللي موجودة في عزبة أبو العلا، وطلعوا جثة سليم اللي بقاله 3 أيام في مية الصرف. متخيل؟ جد سليم بيقول إن الولد جثته مهرية. فالأب حزين لأن ابنه مات من الإهمال. يعني لو ما كانش البلاعة دي غطاها مش موجود، لو كانت متغطية الولد كان هيبقى في أمان. لكن للأسف احنا يا جماعة بنتعايش مع الغلط. يعني احنا دلوقتي انت شايف في المنطقة ان البلاعات دي ملهاش غطيان، والمفروض المسؤولين بتوع وإدارة الصرف الصحي بتنزل ناس تتابع وتشوف الصيانة والغطيان والحاجات دي. فالناس بلغت أكتر من مرة، بس ما كانش فيه أي نتيجة من المسؤولين وتعايشوا مع الوضع. يعني مشكلتنا ان احنا بنتعايش وبنتأقلم مع الوضع الغلط. تعايشنا ان الشارع يبقى فيه البلاعات مفتوحة وولادنا ماشيين عادي في الشارع وما فيش أي مشكلة. فطبعا من بعد كارثة سليم
كل البلاعات اللي كانت غطيانها مش موجودة، غطيانها جت في ثانية إلا ثانية بقدرة قادر طبعا. فكان لازم تحصل كارثة أو كبش فدا زي ما بيقولوا كده، علشان المسؤولين يصحوا والناس تشوف شغلها وتنزل الشوارع وتشوف الغطيان المجاري وتأكد، لأن دي حياة بني آدمين. ودفع الثمن سليم اللي عمره 4 سنين. ربنا يصبر قلب أمه وقلب أبوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.